يا اخي مو بعدل على فكره، مو بعدل ابد. تاخذ انت العليا والتخصصي وتحلتني انا هنا في منفوحه والجراديه. يا حبيبي الاراضي من السجن ليجو ملك، مشتريها كلها بفلوسي. عندك اعتراض؟ اشتر من عندي ولا روح دور لك اراضي ثانيه يا اخي. يا اخي وعلى فكره شوف، انا بشيل الفنادق من هنا وبسور الارض ذي كلها، شوف الجهه ذي كلها بسورها وبخليها اراضي بيضاء، واللي بيقرب بأحش رجليه دام ما في ضرايب. صدقوا انا ماني فاهم اللعبه، انا لهسه ما شريت شيء. ايش اللعبه؟ مش فاهم منها ايش. انت ما يحق لك تشتري، انت اجنبي ما تتملك. لا يا حبيبي هذا زمان، هسه بنتملك بس ما معناش حق الاجار احنا عشان نتملك بس برضه. كويس والله اللي خلوكم تملكون. ايش صار على قرضي؟ يا اخي السعوديين مقروضهم 1000 2000 3 4 هذه 5000 و400. ولعلمك الفائدة 10% عليها. إيه لا تقول فائدة، ما تقبل اللجنة الشرعية. طب أنا ماليش قرض؟ إلا بس جيب ورقة تعريف هو. واثنين يكفلونك غيرنا طبعا، احنا ما لنا دخل. كمان ها؟ إيه العب العب. لا تجيب لي شوكولاتة لا بلاش يا ولا يا ولا، وتقطع البطاطا لا بلاش يا ولا يا ولا. شباب، كيف الواحد يصير مليونير؟ مليونير؟ ألعب مونوبولي واشتري كده أراضي من لون واحد وابني فنادق وخد فلوس من اللي رايح واللي جاي، واللي ما يدفع تشتري أملاك برخص التراب. أي مونوبولي يا أخوي، حنا نتكلم في الواقع، أنا أذكر يا عيال قريت ذاك اليوم كتاب كيف تصبح ثريا في سنة ومن ذاك اليوم يا لبيع وأنا من جحر لدفدير. يا أخي إيش فائدة الملايين؟ إيش فائدة الملايين بدون مجتمع فاضل يبنى على قيم والأخلاق؟ يا ليبرالي، فائدة الملايين انها تخليك تفتح صفحة جديدة وتكتب تاريخك بنفسك، تطلع نفسك احسن عصامي وما علي الا ثوبي، والناس بس تصفق لك وتعجج لك. كيف يكتب تاريخه بنفسه؟ ما في مؤرخين في البلد؟ مو قادر يجيب له واحد يعني كده يكتب عنه؟ يقطع أم القعاطة وتقولي ليش في بطالة في البلد؟ هذه مشكلة أعداء النجاح لما يعتصمون ويشككون برجالية عصام الأعمال من أبناء هذا الوطن المعطاء. حسد يدخل جمل القدر، نسأل الله السلامة. تقول لي ليه كثروا القراء هالأيام وصاروا ياخذون فلوس على الرقية؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يعني رايكم يا شباب نقول بس بنحصل شيء نستاهله ونسكت؟ السكوت علامة الرضا، والرضا علامة المواطن الصالح. فخلونا ساكتين يا شباب. حنا بصراحة ساكتين، بس المشكلة في الرويبضية الليبراليين والتغريبين، هم اللي يتكلمون في الفتن دايم. يا أخي لو والله يفكنا من الرويبضة ببلاد الحرمين كان حنا عارفين، كان حنا عايشين بأمن وأمان وتخلصها علي ورا ما تفرط يا صاحب النفس العفيفة. صاحب النفس العفيفة، صاحب اليد النظيفة، جابها الثروة المخيفة من معاشه في الوظيفة وصار في الصف النفس العفيفة. صاحب اليد النظيفة جابها الثروة المخيفة من معاشه في الوظيفة
احترامي للحرام.